انا كان عندي مشكله مع الاهلي في حمدي فتحي، اه وبنشوف حسابات وبنشوف فلوس وكذا اللي هو وكذا، نسبة إعادة البيع دي. اه وحسبه غلط، وبنشوف الدنيا مع محترم طبعا الدكتور سعد اه الشلبي طبعا. واستاذ عماد المدير المالي، كانت مجموعه اه يعني. اه اه. وبعدين لقيته بيقول لي كابتن محمود الخطيب جوه وعايز يسلم عليك، امم فرحت له. امم انا عايز اقول لك بعد ما سلمت على كابتن محمود ورجعت، انا هديت. على طول. ايوه، لا ما فيش حاجه وما حصل، انا هديت يعني. هو يا حبيبي لا، اه فانت ما ينفعش تيجي تقول لي كده. اه. بس في حاجه تانية مهمه لازم الناس تبقى عارفاها. ايه بقى؟ انا راجل رئيس نادي، شغلتي الاستثمار، ماشي. علشان النادي بتاعي محتاج دايما اطوره امم وارفع ميزانياته عشان اكمل. اه وانا دوري ان انا بجيب لعيبه، زي ما انت كنت بتكلمني دلوقتي ايمن، انت كان عندكم مضغوطين جدا وكنتوا اه بتصارعوا الهبوط. اه. خلي بالك احنا غيرنا شكل الدوري الدور الثاني، امم احنا اللي عملنا المشكله دي. فاهم خلاص. فاهم. الضغوط دي بتخليني عايز اكسب. طبعا. فالاهلي عنده نظام، اللعيب ده احنا عايزينه باكس، امم ما بيتفاوضوش هو كده. الاهلي بيبقى حاطط السقف خلاص، هو لا مش ده. حاطط سقف، هو اكس. هدفع ده كده بس. اكس مفيش ليه؟ مجال للتفاوض. ليه؟ اه هو لغي التفاوض. انا بقول لك دي بشغلتي بقى، هو لغي فكره التفاوض، ان هو حاطط بدلا ليه.